السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعدنا إليكم من جديد على قناة الكاس مع خالد بكار. وطبعا النهارده فوز كبير جدا لمنتخب الأرجنتين على منتخب فرنسا الكبير. طبعا شفنا مباراة قوية جدا، وشفنا مونديال كاس عالم ونهائي كاس عالم جبار جبار جدا 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 ما بين المنتخب الأرجنتين ومنتخب فرنسا النهارده. أمتعونا، استمتعنا بنهائي مونديال كاس العالم، وطبعا أجواء جميلة جدا من داخل الاستاد ومن خارج الاستاد. وشوف النهارده طبعا الاجواء ممتعه جدا جدا جدا، واحتفالات للجمهور العظيم، الجمهور الجبار الكبير جدا في قطر. الان جمهور منتخب الارجنتين النهارده يحتفل بالفوز ولقب كاس العالم مع منتخب بلاده. النهارده طبعا اجواء جميله جدا. من بعد الاجواء شفنا طبعا منتخب الارجنتين الفرقه كلها طلعت بيستاد بالباص بتاع استاد الباص المغطاه اللي طلع بيه في درب الوسيل، وشفنا كل اللعيبه، وطبعا طلع ميسي ورفاقه بكاس العالم، وهنأ لكل الجمهور، وكل الناس كانت فرحانه ومبسوطه جدا في الوسيل بالامس وفي درب الوسيل وعلى الكورنيش، وطبعا كل الاحتفالات في كل مكان في الدوحه. طبعا اجواء جميله جدا، والجمهور الارجنتين رافعين شعار ليو ميسي وطبعا مارادونا. وطبعا الجيل بيعيد في نفسه، الاجيال بتعيد في نفسها. طبعا ايام مارادونا كانت ايام عظيمه جدا، وايام ميسي نفس الكلام، ايام عظيمه جدا جدا جدا. طبعا كل اللي حضر المباراه اليوم مبسوط جدا. وطبعا مباراة لا تنسى وكاس عالم لا ينسى في قطر، وتحديدا قطر، لان قطر طبعا دولة عربية، ونفخر ان هي دولة عربية اللي هي نظمت مونديال كاس عالم، وكان افضل مونديال كاس عالم حتى الان. طبعا قطر هي الافضل في التنظيم وفي كل الامكانيات زي ما انتم شايفين. الاجواء روعة داخل الدوحة حاليا دلوقتي. الاجواء جميله جدا، والحمد لله باذن الله نشوف الاجواء دي في اي دوله عربيه ان شاء الله في السنين القادمه باذن الله، زي ما عملتها قطر ان شاء الله تعملها دوله عربيه، ونقدر نفهم العالم كله والغرب ان احنا قادرين على كل شيء في مونديال كاس العالم. وان شاء الله نشوف مونديال كاس العالم في دوله من الدول العربيه. وطبعا النهارده نروح للجماهير العظيمة اللي النهاردة بتحتفل بشعار مارادونا وميسي. أجواء جميلة جدا من على كورنيش الدوحة زي ما انتم شايفين، أجواء جميلة جدا جدا. احنا الآن دلوقتي على الكورنيش. طبعا الاجواء واحتفال جميل جدا للجماهير العظيمه الكبيره اللي شفناها امبارح. كانت جمهوريه كبيره جدا في درب الوسيل، وكناش عارفين نقف خالص في درب الوسيل، ولكن كان يوم جميل جدا. امتعونا. طبعا المباراه كانت قويه، وهو ده فعلا نهائي مونديال كاس العالم ابهر العالم كله. المباراه كانت قويه طبعا بعد ما احرز المنتخب الارجنتيني هدفين في اول شوط من المباراه، ولكن يعود امبابي بمنتخب فرنسا ويحرز هدفين، ثم يحصل على ضربه جزاء ليو ميسي، ثم يعود امبابي يعود بضربه جزاء، ثم نروح وقت اضافي ونروح لضربات ترجيع، ويفوز الارجنتين بحامل اللقب مونديال كاس العالم 2022. وطبعا ده اللي كان مستنيه ليو ميسي، لان ليو ميسي خلاص يعني تقدر تقول ان هو اخر مونديال او اخر كاس عالم ليه، وكان طبعا يتمناه طبعا من زمان. وكده ليو ميسي حقق القاب، العديد من الالقاب. وطبعا التاريخ بيعيد نفسه هو ومارادونا زي ما انتم شايفين. اجواء
احتفال جميل جدا، احتفال هادي طبعا، تجمع، ولسه الناس ما جاتش حتى الآن، ولكن إن شاء الله بإذن الله يكون في مسيرة كبيرة النهاردة بإذن الله مع جمهور المنتخب الأرجنتيني الكبير الروعة. زي ما انتم شايفين الآن اهو، حاجة روعة، حاجة روعة جدا. نخش نصور من قلب الجمهور مع مارادونا الفنان العظيم. التاريخ طبعا بيعيد نفسه. احنا شفنا 1986 طبعا حقق لقب كاس عالم مارادونا، والآن ميسي. وطبعا زي ما قلنا طبعا التاريخ بيعيد نفسه. طبعا الأجواء جميلة جدا داخل الدوحة، وشفنا مباراة جميلة جدا للمنتخب الأرجنتين ومنتخب فرنسا. هو فعلا ده اللي يتقال عليه نهائي مونديال كاس عالم، لأن فعلا هو ده مونديال كاس عالم بجد يعني. طبعا شفنا فرنسا نزلت بكل قوة وكل آثار وجدل في المباراة النهائية من مونديال كاس عالم، ولكن طبعا المنتخب الأرجنتيني يفاجئ طبعا. نقعد بقى كده ونتكلم. وطبعا المنتخب الارجنتيني يفاجئ الجميع وينزل بتشكيل غير المسير المباراه خالص. وطبعا كان المدرب منتخب الارجنتين ما كانش عمره ما نزل بالسيستم او باداء او بتشكيل منتخب الارجنتين دوت، ولكن طبعا فاجئنا كلنا بتشكيل وقدر يسيطر على شوط المباراه الاول. ولكن طبعا كان شوط اولاني كان روعه جدا جدا جدا، وقدر يحرز هدفين. ولكن ان شاء الله باذن الله وتحقق امل ميسي وامل جمهور منتخب الارجنتين الروعه كبير جدا، ان احنا شفنا جماهير كبيره جدا النهارده لمنتخب الارجنتين. طبعا ناس كتير جدا، ملايين فعلا حضروا من اوليه البطوله، من اوليه بطوله كاس العالم حتى الان. طبعا شفنا الناس في كل الاماكن بتحتفل، في كل الاماكن السياحيه في الدوحه بتحتفل بمنتخب الارجنتين. ومنتخب الارجنتين يستحق فعلا وعن جداره ان هو يحصل على نهائي كاس عالم بمونديال كاس عالم فيفا قطر 2022. وطبعا اداء ممتع جدا للغايه للمنتخب الارجنتيني. طبعا احنا شفنا كانت ثوره كبيره جدا في الارجنتين على اراضي الارجنتينيه لجمهور الارجنتين طبعا. طبعا الناس كلها فرحانه، منتخب الارجنتين كله فرحان، لان منتخب الارجنتين من عشاق كرة القدم. منتخب الارجنتين طبعا من عشاق كرة القدم، وفعلا قدر يفوز بالمباراة بتشكيل المدرب اللي هو اساسا ما كانش متوقع خالص جدا. المنتخب الارجنتيني عمل مفاجأة
في بدايه في نهايه المونديال. وطبعا ما حدش كان متوقع ان منتخب الارجنتين يوصل لذلك، ولكن بدا المونديال كانت اول مباراه له مع منتخب السعوديه، منتخب السعودي، ولكن قدر المنتخب السعودي يتغلب على الارجنتين ويفوز 1-0. وطبعا كنا قلنا مستوى منتخب الارجنتين مستواه مش ممكن يرجع في مونديال كاس العالم، وطبعا حصل طفره كبيره جدا وقدر يرجع في مونديال كاس العالم ويفوز بكاس العالم، ويحمل اللقب ويحمل كاس العالم مع ليو ميسي اللي ممكن ما يحضرش كاس عالم تاني. ميسي كان هو في احتياجه كبير جدا طبعا. اكيد طبعا ميسي فرحان لان هو كده حقق تاريخ كبير جدا للسي في بتاعه وانجازاته. ضم انجاز كبير جدا. ليو ميسي ضم انجاز كبير جدا لانجازاته. طبعا كان محتاج ليه وكان متعطش للغايه ان يحصل على كاس عالم، لان طبعا كاس عالم كبير جدا وهو الاهم في التاريخ. ليو ميسي ان هو يحصل بكاس عالم وقدر يحصل عليه. وطبعا فرحه كبيره جدا، شفنا فرحه كبيره جدا للشيخ تميم وهو بيتوج ليو ميسي باللقب ويلبسه العبايه القطريه. وطبعا كانت فرحه كبيره جدا لانفانتيلو رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الفيفا. طبعا اجواء كانت جميله جدا من داخل الاستاد، واجواء روعه جدا. وشفنا طبعا احنا فضلنا سهرانين والله للصبح امبارح، وحاجات جميله جدا واجواء رهيبه وحاجات يعني مش هتتكرر تاني في تاريخ العرب. ان شاء الله نقدر باذن الله نشوف كاس عالم، مونديال كاس عالم في اي دوله من الدول العربيه زي ما شفنا في قطر. وان شاء الله باذن الله نحضر مع بعض كاس عالم للانديه في المغرب، وان شاء الله مع بعض برضو خطوه بخطوه، لان النادي الاهلي المصري باذن الله هيكون في استعداد مونديال كاس العالم للانديه للمغرب. وان شاء الله هيروح المغرب باذن الله واحنا معاه قالبا مع النادي الاهلي المصري اللي هو اساسا يعني دايما بيشرفنا في مونديال كاس العالم للانديه كل مره. وهو طبعا حامل طبعا ذهب الى كاس العالم للانديه 7 مرات، وان شاء الله باذن الله له الثامنه. يعني المره القادمه ان شاء الله اللي هي هتبقى في شهر باذن الله، في شهر 2 هيبقى النادي الاهلي المصري 8 سنه باذن الله يحضر مونديال كاس عالم للانديه باذن الله. وان شاء الله نحضر من دوله عربيه زي دوله المغرب. ان شاء الله هيكون تنظيم روعه زي ما نظمت قطر، دوله قطر، مونديال كاس العالم ومفاجاه العالم كله بالتنظيم. بصراحه التنظيم روعه جدا، وكان افضل شيء المتعه والاثاره اللي عملتها قطر. والناس كلها طبعا استمتعت بالمونديال والاحتفالات اللي احنا كنا بنشوفها في الشارع. كنا بنشوف احتفالات في الشارع جدا، كل ما نمشي في كل مكان احتفالات وشاشات وعرض، وطبعا كل واحد كان بيحتفل بطريقته الخاصة. ولكن ان شاء الله باذن الله نشوف باذن الله في الايام القادمة يكون دولة من الدول العربية تحتضن مونديال كاس العالم مرة اخرى، ونشوف اجواء روعة. وقطر هي الافضل في كل مكان، قطر هي الافضل في كل مكان. وان شاء الله باذن الله احنا مع بعض قلبا وقالبا، وفي كل مكان كل مونديال نروح لكاس اسيا اللي هو ان شاء الله هيقام في دوله قطر باذن الله في الايام القادمه باذن الله. ونحضر برضو مع بعض في الايام القادمه كاس العالم للانديه، واحنا مع بعض خطوه بخطوه وبنصور من اجواء من كل مباراه باذن الله. وانا اتمنى لكم كل خير، وزي ما انتم عودتوني ان انا
اطلع واصور الاجواء من داخل الاستاد ومن خارج الاستاد والاجواء الجميله ان شاء الله باذن الله. احنا مع بعض للنهايه. وطبعا ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس، علشان اشتراككم في القناه بيديني رغبه كبيره للاعلام وللتصوير وكل شيء ان انا بقدمه ليكم، ومحتواي انا محتوى هادف، وان شاء الله باذن الله يكون ناجح بوجودكم انتم باذن الله. طبعا اتمنى ان انتم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتدعموني انا شخصيا، لان دعمكم يخصني ويهمني جدا. وان شاء الله باذن الله احنا مع بعض للنهايه، واتمنى لكم كل خير ان شاء الله. نروح مع بعض باذن الله في فيديو جديد، وباذن الله تكون المباراه القادمه تكون من قلب مونديال كاس العالم للانديه مع النادي الاهلي المصري ان شاء الله باذن الله. اشوفكم على الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.